عارف إحساس القلق اللي بيجي كل مرة بنسمع فيها عن فيروس جديد؟ أهو المرة دي بقى هنتكلم عن جدري القرود، وإنه فيروس قديم لكن رجع بقوة في وقت محدش كان متوقعه. تخيل معايا إحنا قاعدين في البيت وفجأة تلاقي الأخبار كلها بتتكلم. أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس. هل تعود حالة الرعب مرة تانية؟ ازاي نقي نفسنا منه؟ الجدري القرود اللي بدأ في الكونغو الديمقراطية ثم انتشر، وصل دلوقتي اكتشفوا حالة في السويد. عن مرض غريب انتشر في بلد هنا وهناك. وقتها تبدأ تسأل نفسك هو إيه اللي بيحصل؟ وإزاي الفيروس ده ممكن يوصل لنا؟ وإيه هي أعراضه؟ وهل في علاج ليه ولا لأ؟ في الفيديو ده إن شاء الله هنجاوب على كل الأسئلة دي، ولكن خليني أبدأ أحكي لكم القصة من الأول. القصة بتبدأ سنة 1858 لما العلماء كانوا بيعملوا أبحاث على مجموعة من القرود في المختبرات، وفجأة لقوا إن في حاجة غلط. القرود بدأت تبان عليهم أعراض غريبة، حمى وطفح جلدي بشع، وبعد أبحاث طويلة اكتشفوا إن ده فيروس اسمه جدري القرود. المشكلة الكبيرة بقى كانت سنة 1970 لما ظهرت أول حالة بشرية من المرض ده في الكونغو، وده كان مؤشر خطير يثبت لنا إن المرض ده ممكن ينتشر من الحيوانات للبشر. طب اشمعنى جدري القرود بقى خطر دلوقتي؟ زمان عزيزي المشاهد كان المرض ده محصور في أماكن محددة في أفريقيا، وما كانش في حد بيسمع عنه غير في الأبحاث والدراسات العلمية. بس في سنة 2022 الوضع اتغير تماما. بدأنا نسمع عن حالات إصابة كتير في دول بعيدة جدا عن بعضها زي بريطانيا وأسبانيا وأمريكا. الوضع عزيزي المشاهد بقى مخيف جدا، وخلى العلماء يقفوا قدام سؤال مهم: ليه الفيروس بينتشر بالسرعة دي؟ وهل حصل له تحور يخليه أخطر؟ ولا دي شكلها بداية لوباء جديد وإحنا مش عارفينه؟ جدري القرود بينتشر بسرعة لأنه فيروس بينتقل من شخص للتاني عن طريق الاحتكاك المباشر مع الجلد أو السوائل اللي بيفرزها الجسم، أو حتى اللبس والمفروشات اللي يستخدمها الشخص المصاب. ده غير إن الفيروس ممكن ينتقل من الحيوانات للبشر زي ما ذكرنا، وده للأسف بيزود فرص انتشار العدوى أسرع. بالنسبة بقى للتحور، لغاية دلوقتي مفيش دليل قوي على إن حصل تحور لفيروس جدري القرود يخليه أخطر، لكن العلماء دايما بيراقبوا الفيروسات دي علشان يتأكدوا إذا كانت في تحورات جديدة أو لأ. علشان نعرف إزاي نحمي نفسنا لازم نعرف إزاي بينتقل الفيروس. الفيروس عزيزي المشاهد بيجي من الحيوانات، تحديدا من الحيوانات البرية زي القوارض والقرود، وكمان ممكن يعدي للإنسان. ده طبعا لو حصل اتصال مباشر مع دم أو سائل من جسم الحيوانات المصابة. بس الكارثة الحقيقية لما نعرف إن العدوى ممكن تنتقل من شخص للتاني، وده بيتم من خلال النفس أو الجلد المصاب. يعني الموضوع مش بسيط ومحتاجين ناخد حذرنا كويس. لازم تبقى عارف إن الأعراض بتيجي بالتدريج. في الأول بتحس بتعب ودوخة، بعدين الحرارة بتبدأ تزيد وتعلى، وبتحس بألم في جميع أنحاء جسمك. المشكلة الكبيرة بقى لما بيبدأ يظهر على وشك أو على جسمك الطفح الجلدي. في الأول بيبقى عبارة عن بقع صغيرة، بعدين بيتحول لبثور مؤلمة جدا. كمان الفيروس بيعمل مضاعفات خطيرة زي التهاب الدماغ، وبتوصل لحد الموت. بصراحة كده لحد النهاردة مفيش علاج مخصص لجدري القرود، ولكن في أدوية بتخفف من الأعراض. اللي يطمنك شوية إن في لقاح لفيروس الجدري العادي، وده ممكن يوفر لنا حماية جزئية، ولكن مش كل الناس اتطعمت ضده، خصوصا بعد ما تم إعلان القضاء على الجدري في السبعينيات. وفي وسط كل اللي بنسمعه عن الأوبئة والفيروسات تحس كده إن الطبيعة قررت تفكرنا إنها مليانة بالأسرار. بس السؤال الحقيقي هو هل ده مجرد تحذير ولا في حاجات أكبر لسه في الطريق؟ الفيروسات اللي بنواجهها دي مش مجرد تحديات صحية، لكنها رسائل مخفية من العالم اللي حوالينا. يمكن ده مش آخر وباء هنسمع عنه، وممكن المرة الجاية مش هنكون مستعدين زي ما احنا فاكرين. أنا عارف إن المرض ده ممكن يكون مصدر رعب، بس في نفس الوقت اعتبرها فرصة نتعلم منها أهمية الاستعداد لمواجهة الأوبئة. خلي بالك من نفسك واتبع كل الإرشادات الصحية علشان تعرف تحمي نفسك انت وأهلك. الوباء ده ممكن يكون جاي، بس الوعي هو السلاح الأقوى. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة.
الله غالب. سلام.